السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هعمل لكم وصفة لذيذة سريعة تنافس المطاعم جدا. يعني انا بصوا، كل لما بلاقي نفسي مزنوقة مش عارفة اطبخ ايه بلجأ للأكلة دي، خصوصا ان هي كمان بتمشي هيلسي لو انتي اخدت كمية اقل، لان مفيش فيها اي دهون خالص غير شوية زيت زيتون صغيرين وحتة زبدة في المكرونة، وعلى الكمية ما بتتقسم يعني بيبقى كمية لا تذكر. اول حاجه انا اصلا معايا كيلو صدور وغسلاها ونقعها على جنب. هبدا في التتبيله دي انا حاطه مقدار علبتين زبادي عشان انا عامله كيلو، تمام؟ فانتي تقللي المقدار او تزوديه على حسب كميه الصدور اللي عندك. اول حاجه هنزل بكوبايتين الزبادي الحجم الوسط، ممكن تستبدلي الزبادي بلبن رايب زي ما تحبي. وبنزل ببهارات فراخ، بهارات الفراخ دي حلوه جدا، بتجيبيها من اي مكان عندك يعني. هي دي بهارات فراخ حاره، تقدري تستخدمي بهارات الفراخ العاديه، تقدري تستخدمهاش اصلا براحتك، هي البهارات دي على حسب ما تحبي، تمام؟ ضفت هنا فلفل اسود، وحطيت بابريكا. البابريكا هنا بابريكا عاديه مش مدخنه، لو في مدخنه بتديلها طعم احلى على فكره. بس هنزل هنا بقى ايه بفصين توم مفرومين كده. انا التوم حاطه فيه الملح، تمام؟ يعني انا بحط ملح على التوم عشان يتهرس كويس ويبقى ناعم كده، فما حطيتش ملح في الوصفه، تمام؟ لو انتي بتعملي التوم عادي حطي ملح، ظبطي الملح يعني. وهنا حطيت شويه زعتر، تمام؟ وهنعصر نص ليمونه او ليمونه كامله على حسب ما انتي بتحبي الليمون كتير ولا قليل، او انا اصلا ما كانش عندي غير نص الليمونه دي. المهم هننزل بقى بشويه زيت زيتون صغيرين، تقدري تستغني عنهم زي ما قلت لكم. التتبيله بصوا يعني اساسها الزبادي والثوم، بعد كده اعملي اللي انت عايزاه، تمام؟ هندي لها تقليبه كده، وزي ما قلت لكم هنكون نقعين الفراخ كويس جدا. انا بغسلها بدقيق وليمون، وما بحطش خل عشان الخل بيزود الزفاره. ممكن مش دقيق، ممكن نشا. المهم تغسليها حلوه قوي، ما يبقاش فيها اي ريحه، لان انا اصلا عندي تحسس من اي ريحه زفاره او الحاجات دي، بالذات الفراخ البيضاء. هنجيب بقى الفراخ زي ما قلت لكم انا عامله صدور. الصدر تقسميه على 2. هي الحته تخينه، بس احسن ما تكون رفيعه كده، بحسها بعد ما بتتعمل بتبقى عامله زي فرده الشبشب كده، بحس انت بتاكلي حاجه بلاستيك كده. انما لما بتكون حلوه وماسكه نفسها كده بتلاقيها جوسي وحلوه، وطالما تسويتها مظبوطه فبتبقى تمام، يعني بتبقى مستويه من جوه وحلوه قوي. فما تخافيش ان هي تكون تخينه ولا حاجه. ولو صدور صغيره كمان ما بقسمهاش، تبقى كده حلوه قوي. هديلها بقى تقليبه كده في التتبيله، واحطها في التلاجة مثلا قيمه نص ساعه. عايز تشتغلي فيها بعد 10 دقايق ولا حاجه ماشي تمام، بس لما بتقعد نص ساعه ولا حاجه بتاخد من طعم الحاجات اللي فيها دي. اديلها تقليبه حلوه كده، وعشان التتبيله توصل في جميع الاتجاهات، ولو بايدك كمان وتعملي فيها زي الفل. هنا بقى نبدا نجهز في المكرونه. معايا ميه سخنه مفيش فيها زيت، فيها ملح، ومكرونه اي شكل انت تحبيه. المكرونه الوايت صوص دي اللي عايز يستخدم القلم تمام، شكل الفراشه ده تمام، فيتوتشيني تمام، اللي انت حباه اعمليه. هنا جبت الطاسه او الجريل بتاعك وسخنيه قوي قوي قوي، ما تحطيش فيه اي مواد دهنيه لان احنا حاطين زيت اصلا في الفراخ، تمام؟ وتبداي تنزلي بالفراخ بتاعتك. طبعا تعلي النار قوي في الاول، وبعد كده تهدي النار حاجه بسيطه قوي. بس انت لو هديتي من الاول الفراخ هتقوم منزله ميتها، فلازم تاخد الصدمه والنار عليها. هنا خلاص تمام، اول وش اتعمل. خدوا في بالكم الحاجات اللي هي السودا اللي على الفراخ دي الزبادي لما بينزل على النار بيعمل كده عامه يعني. فانت خدي بالك ان بين كل مثلا كام صدر وكام صدر كده تنضفي المقلايه من الاسود اللي فيه عشان ما يزيدش ويلزق في الفراخ. معايا هنا بقى خلاص المكرونه اتعملت والفراخ بتتعمل على جنب. نعمل الصوص بقى. حطيت شويه زيت صغننين عشان الزبده ما تتحرقش، لان الزبده لو نزلتيها لوحدها كده هتتحرق طبيعي يعني. هنزل بحوالي 1.5 معلقة دقيق،
او لو معلقه مليانه خالص تمام، معلقه هرميه دي تمام حلو قوي. الكلام ده على كيس المكرونه اللي هو النص كيلو. تمام. هديلها تشويحه كده في الزبده، التشويحه الدقيق في الزبده لحد ما ريحه الدقيق تروح. احلى حاجه تحميصه الدقيق دي بتخلي طعم الصوص حلو قوي. شوفوا هنا الدقيق بدأ يغلي كده مع الزبده، وخصوصا لو الزبده طبيعي وحلوه بتاخد طعم حلو قوي. لو مفيش زبده تقدري تعمليها بسمنه. هنزل بكوبايتين دقيق، سوري كوبايتين لبن. التركايه بقى القمر اللي هنزل بيها، وبسببها لا هحط اي بهارات ولا هحط ملح حتى ولا هحط اي حاجه. عندك كيس البهارات بتاع الفريدو ده، بتاع اللي هي البشاميل. نرجع لموضوعنا. اي كيس الالفريدو صوص ده حلو قوي، يعني في طعم جبنه، في بهارات كلها، بصي في كل حاجه. يعني انا ما حطيتش الا الدقيق والزبده واللبن وحطيته هو بس، ما حطيتش اي حاجه. وفي برضو بهارات عشبيه زي اللي انتوا شايفينها دي، غالبا زعتر او حاجه من دي. فهو بصراحه حلو قوي. وكمان ما تحطيش ملح خالص لان هو مالح. تمام. شفتوا هنا الصوص كده بقى حلو تمام، مش تقيل قوي ومش خفيف. لو حسيت ان هو تقل منك حطي بس شويه لبن صغيرين خالص. هو في الاصل بتحطي كوبايه لبن وكوبايه كريمه، بس انا حطيت كوبايتين لبن، ما كانش عندي كريمه. نزلت بالمكرونه واديلها تقليبه بقى في الصوص. وهسيبها بس ايه على النار حاجه صغنونه، يعني وقت صغير بس، ان هو المكرونه تتشرب بس من الصوص. يعني هو الصوص سخن والمكرونه كانت الى حد ما لسه مسلوقه، فتمام. مفيش حاجه منهم بارده تستدعي ان احنا نسخنه قوي. شايفين ما شاء الله شكلها بتشهي قوي، حلوه قوي 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 يعني. معايا بقى اخر تركايه خالص هنحطها، جبنه رومي مبشوره او جبنه برمجان. انا ما عنديش جبنه برمجان، واستحاله الاقيها اصلا يعني في المنطقه اللي انا فيها، فاستخدمت جبنه رومي مبشوره اللي هي بتاع كاتيليو، طعمها فظيع اصلا. ولما بتضيفيها على حاجه بتديلها طعم قمر قوي. شايفين اصلا المطه بتاعتها عامله مطه خفيفه كده جميله قوي. شايفين ما شاء الله المكرونه وسامعين صوتها، يعني صوت حاجه كده قمر. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وقولوا رايكم في الكومنتات، وجربوا الوصفه وقولوا رايكم فيها ايه. متنسوش تعملوا لايك، اللايك اهم حاجه. ويا ريت اللي اول مره يشوف القناه بتاعتي يشترك في القناه وينورني. بس بألف هنا على قلبكم ان شاء الله.